اول مره اشوف رز يتمشى فيه لا مؤاخذه بالشبشب. يعني انا لا مؤاخذه يا جماعه ماشيه بالشبشب في قلب رز، الرز اللي هو ما بيخلاش منه الميه، يعني الرز اللي هو ما بيخلاش منه الميه انا ماشيه فيه برجلي ولا مؤاخذه بشبشبي عشان خاطر قله الميه، ان ما فيش ميه في البحور وبيوضبوا في الترعه، وكل الرزازه عندنا هنا يا جماعه هتبوظ. كل الرزاز هنا هناك اهي كلها متشعوطه من قله الميه عشان ما فيش ميه. ما تبصوا على الرز اللي فرح مني ده، لان الرز اللي فرح مني دوت مزروع من بدري عننا، هو ايه شادد عوده. انما جميع الرزاز وجميع الحوض هنا كله رز هيبوظ من قله الميه. شايفين الارض عامله ازاي؟ الارض عامله ازاي والله العظيم. الارض شققت من قله الميه اللي في الرز، عشان البحر الكبير بيتبطن بردك من بره، وحلني بقى على ما يخلصوا تبطين الترعه من بره ويحولوا لنا الميه على هنا. والميه تيجي من على الجحفريه، على الميه بتيجي من على الجحفريه عندنا بتكون ايه؟ بتكون خلص. هنا الرز يا جماعه، الرز اهو الارض مفلقه. والله العظيم والله العظيم احنا اصلا مش جايين نبص على الرز مخصوص ولا حاجه، والله احنا جايين عشان خاطر نشوف السعد والدوده اللي في الذره. والله العظيم صح ولا لا يا بركات؟ ايوه صح يا ام محمد. احنا والله جايين نبص على السعد، نشوف السعد مات ونشوف الذره ونشوف الدوده اللي في الذره اخبارها ايه، ماتت بعد الرش ولا لسه موجوده، ولا الذره ايه متاكل فيه امام الدوده ولا ايه بالظبط. جيت والله العظيم لقيت الرز قدامكم اهو، الارض مشققه من قله الميه قدامكم اهي، الارض مشققه. يعني انا ماشيه برجليا عادي خالص، ولا ميه ولا طينه ولا اي حاجه تكون. ربنا يعديها على خير، والسنه دي تعدي على خير، على ما التبطين ما يعدي وشغل اللي في الترعه كله يخلص، لان الزرع عندنا هنا بصراحه بيتاثر جامد من قله الميه. تعالوا بقى نشوف ايه، نشوف السعد مات اللي بركات رشه ولا لسه ما ماتش. خليكم معانا على ما تشوفوه. انا عارفه ان هو لسه، ما انا لسه ما ماتش. هو انت عمال تقول لي السعد مات السعد مات. السعد مات والله ان شاء الله. انا بقى بقول لسه ما ماتش. لا ما وهتشوف مات. لما نشوف يا رب يخيب ظنه والسعد يكون مات. ما تبصش لدومت بقى. ما بصش دوت لا ليه؟ ما تبصش لديه. ده كان هنا عنكبوت لا، من ما السيع. تبصش. عنكبوت من السيع. ايوه والله طب ما هو العظيم لسه اخضر اهو. بردك اهو. لا بس برضه لسه اخضر. هي لسه اخضر قدامك اهو، مش ايه ما ماتش للدرجه اللي هي مات عايز كمان والله. رشه بقى، عشان خاطر الرشه دي تنزل على الايه، على البلحه اللي تحت خالص اللي هي التقوي بتاع السعد تموتها خالص. تجيب اخره خالص هي. ايوه تعال إيه؟ بقى ايه نبص على الذره. رحيم بسم الله الهادي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويكون الذره يا جماعه حلو كده وبقى حلو وما يكونش فيه دوده بقى. انتوا قلتوا لي يا ام محمد خل الذره عشان خاطر الذره تقيل، انا والله العظيم خليته. يعني احنا خلينا الذره دي يجي 3 مرات، كل ما ننزل الارض ونلاقيه تقيل نخل فيه. وطبعا الاستاذ ابراهيم بردك قال لي على الرش اللي بيترش، والله العظيم يا استاذ ابراهيم ان احنا تعبنا من كتر الرش في الذره دي. جميع المبيدات احنا جبناها ورشناها عشان خاطر الدوده اللي في الذره. وبرضك مش عندنا احنا لوحدنا، يعني الموضوع بتاع الدوده دي مش عندنا لوحدنا. الناس المحترمه اللي بتكلمني من اهل الصعيد ومن اسيوط بيقولوا لي يا ام محمد عندنا برضك الذره متدمر بسبب الدوده، بتاكل العود الذره اكل. بس تعالي بس اما نشوف السعد بس عشان خاطر ايه. لا انا بص بقى، بص يا بركات، السعد مش مهم عندي. السعد مش المهم عندي امال احنا كنا بنتعاركوا لا. عشان السعد. ماشي، بس المهم عندي دلوقتي نصيبه اللي هي الدوده دي. النصيبه الاساسيه هي الدوده. ما الدوده تتقطع من قلب الارض احنا نرتاح ونبقى مطمنين. اما موضوع السعد ده لو ما ماتش ان شاء الله باذن الله بعد ما نشيل الذره وقبل ما نزرع الزرعه اللي ورا اللي ورا الذره هنرشه مره واثنين وثلاثه للسعد يا جماعه، عشان خاطر
ان هو يموته من الارض خالص، لان السعد دي نصيبه في الارض. تعالي برضو الاول برضو نبص على السعد. ماشي يا عم، ما احنا نازلين اهو. ماشي، ما هو احنا ما نازلين اهو. الحد اهو، الحد اهو. لا الحد اللي من هنا ما كانش فيه سعد. والله كان مليان سعد. طب تعالى، ما هو مش الحد كان مليان سعد اهو. اهو. وبرضك والله العظيم عليه سعد اهو. فين اللي عليه؟ اهو اهو السعد ما ماتش والله يا بركات، السعد ما مات اهو. ما ماتش برضو؟ هي ما ماتش والله العظيم. هو فين السعد اللي مات؟ اهو قدامك اهو. هنجيب له كمان امبول نرش. لا ولا امبول ولا غيره بقى، بلاش وجع لا دماغ. هنجيبه له والله. ما هو ما ماتش اهو. لا موته والله. اهو بص يا بركات اهو، والله العظيم اهو بحلو. ممكن يكون اثر عليه ان هو دبله، ان هو وقفه ما بقاش يكبر، يعني وقف ما بقاش يكبر. انما ان هو يكون قطعه خالص، لا ما قطعوش من الارض. هو ممكن يكون وقفه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. السعد وقف. احنا هنجيبه له امبول تاني. هنجيبه له امبول تاني. ولا امبول تاني ولا امبول تاني. هنجيبه له والله. احنا هنضيعوا فلوسنا كلها على الامبول بتاع دواء السعد. لا هنجيبه له امبول تاني. شوف بقى هنا، بص العود عامل ازاي. تعبنا والله، تعبنا رش. بس هو محمد كله الذره السنه دي كله السنه دي والسنه اللي فاتت، السنه دي والسنه اللي فاتت كله. بص الدوده ما واكله العود ومخلياه لافف على بعضه، ما هوش نافع خالص. اقطعيه. بص ما هوش نافع، اقطع. يعني العود ما هوش نافع خالص. وبدور على الدوده برضك عشان اموتها. بص عارف يا فين بقى اهي، عماله ادور عليه. بص واخده العود لفافه، بص داخله في العود مخرماه. اي العود من فوق خالص داخله فيه مخرماه كلته اهي. الدوده بتدمر العود، بتدمره. بتعمل ايه انت يا بركات؟ هي فيها اللي فيها دود عندك برضو؟ ايوه امال ايه؟ يا فيها اهو. بص العود عامل ازاي. بس الحمد لله يا بركات خفيفه عن الاول برضو. الحمد لله برضك يا بركات مش زي الاول. الحمد لله. العيدان اللهم صل على النبي حلوه خالص اهي. يعني قليل لما تلاقي عود الورقه بتاعته متاكله. عندك حاجه تانية؟ ايوه ما هو بصي الدنيا وبهدله الذره ازاي. بس انا تكيت عليه كده موت. وانت شايفها يا بركات ان ما هو لا ماتت، طالما تكيت عليه كده ماتت. يعني اقطع لك اوريكم ماتت ولا لا؟ لا ما تقطع ولا تعمل بقى. بس قطع هي الشوشه ماتت. خلاص يا بركات. بس هي ماتت. ما هو لو الشوشه مش هو العود كله متاكل. الهبوش مش قادره اخد نفسي من الهبوش اللي في الذره. فيها هبوش برضك ولا بتاع دوت ناموس. شوف العود اللي هو فيه الدوده ومقصره عليه. العود ضعيف خالص ما بيقوملوش قوم. بس الحمد لله والله العظيم يا جماعه، الحمد لله احنا برضك عالجناه وما كناش بنيأس ابدا. على طول كنا بنرش على طول، يعني ممكن نرش في الاسبوع مره واتنين على طول عشان خاطر قبل الذره ما يطول. لان الذره لو طول كده احنا مش هنقدر نرش فيه بقى. خلاص طول، محدش لا موتور ولا حد هيعرف يرش فيه. فعشان كده كنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نرش على طول باستمرار قبل الذره ما يطول. الحمد لله ان شاء الله باذن الله ربنا هيعديها على خير. يدعوا لنا بقى ان الميه تيجي على خير قبل الرز ما يتشعوط، ويعدي السنه دي على خير، عشان خاطر الزراعه كلها متبهدله من التبطين وقله الميه اللي في الترع. يلا صلوا لنا على الرسول كده وقولوا عليه الصلاه والسلام. ويا رب يرضي كل فلاح وما يزعل اي فلاح ابدا يا رب بزرعته ولا في ارضه ولا في مصاريفه اللي هو بيصرف فيه ولا في الكلفه اللي هو بيكلفها للزرع. يا رب ترضي كل فلاح وتعين كل واحد على لقمة عيشه وعلى قوته يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين. لجميع الناس المحترمين اللي معايا على القناه بنحبكم والله العظيم في الله، وشجعونا بالتعليقات واللايكات. كل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه.